عمرك رجعت لحد وانت عارف ان هو هيوجعك، او فضلت في عادة وانت عارف ان هي بتضرك، او كملت سلوك رغم ان انت حاسس ان هو بيدمرك لكن ما قدرتش تقف؟ السؤال اللي بيحير هو احنا ليه بنحب حاجات بتأذينا؟ الإجابة على فكرة مش ضعف شخصية ولا غباء، الإجابة في كمية دماغك وفي الطريقة اللي هو بيشتغل بيها نظام مكافأة جواك. النهاردة هنفهم دور الدوبامين في السلوك المدمن ده، وإزاي بنرتبط بمصادر المتعة الصغيرة أو القصيرة المدى، وإزاي بنخدع دماغنا علشان نبدأ نبرر الأذى، ومع أمثلة من علاقات وعادات وسلوكيات يومية. وفي الآخر كالعادة هديك خطة عملية تغير النمط ده بالتدريج. أنا أحمد زايد وأنتوا بتشوفوا محلل المشاكل. نبدأ بدور الدوبامين، المكافأة اللي هي بتخدعك. الدوبامين هو هرمون المكافأة بشكل واضح في الدماغ، وظيفته إن هو يقولك ده حلو، كرره تاني. لما تاكل حاجة حلوة بتشوف إشعار على موبايلك، تسمع مدح أو حتى تفتكر حد بتحبه، دماغك بيبدأ يفرز الدوبامين. آم، لكن المشكلة إن الدوبامين مش بيفرق ما بين المتعة الصحية والمتعة المؤذية. يعني لما بتاكل حاجة مثلا أكل صحي فده دوبامين قليل، لما بتاكل سكريات ودهون فده دوبامين عالي. لما تكلم حد بيحترمك فده دوبامين هادي، حاجة عادية. لما بترجع لحد سام بس بيديك اهتمام لحظي، الدوبامين بيبقى فيه انفجار سريع جدا. ودماغك بيفضل الانفجار السريع ده حتى لو كان مؤقت ومؤذي على المدى الطويل. تخيل، الموضوع صعب جدا. طيب، الارتباط بمصادر المتعة قصيرة المدى. المتعة قصيرة المدى دي بتبقى سهلة وسريعة ومضمونة، لكن ما بتبنيش حاجة، هي بتستهلك بس. أمثلة يومية، مثلا السكر والأكل السريع، بتحس بمتعة فورية، بعدها بنص ساعة بتحس بتعب، لم طاقتك بتقل. السوشيال ميديا كمثال، السكرول 10 دقايق بيديك دفعات صغيرة من الدوبامين، لكن بعدها بتحس بفراغ، مقارنة، إحباط. العلاقات السامة، لحظة الرجوع بتبقى رسالة حلوة جدا، فبتاخد وعد جديد، الدوبامين بيبقى عالي، بعدها جرح، تجاهل، ألم. المشكلة إن دماغك بيفتكر اللحظة الحلوة بس، مش بيفتكر الألم اللي بعدها. فكل مرة بتيجي تقرر إن أنت توقف، دماغك بتخدعك وتقولك بس اللحظة دي كانت حلوة وممكن ترجع تاني عادي. طيب، إزاي بنخدع نفسنا لتبرير الأذى؟ واحدة بواحدة يعني. الدماغ عنده آلية دفاعية اسمها التنافر المعرفي. لما يكون عندك سلوك مش متوافق مع قيمتك أو معرفك أو مع معرفتك يعني، فدماغك بيحاول إن هو يبرر السلوك ده علشان ببساطة يقلل الإحساس بالذنب. تعال ناخد أمثلة حقيقية. مثلا في العلاقات، الواقع مثلا بيقول إن الشخص ده بيأذيك وبيتجاهلك وبيلعب بيك ماتش كورة. التبرير هيبقى إيه؟ بس هو طيب، بس هو تعبان، بس هو مكانش قاصد على فكرة، بس أنا بحبه. تعال نخش مثلا في العلاقات، في العادات، آسف. الواقع، السجاير، أكل جيد، سهر. السهر ده كل الحاجات دي بتضر صحتك. التبرير، بس أنا محتاجها علشان أهدى، بس هي مرة واحدة بس، بكرة هبطلها. ما بيبطلش حاجة. في السلوكيات مثلا في الواقع، أنا أعمل سكرول 3 ساعات يوميا فده بيضيع وقتك ومزاجك. التبرير، بس أنا بتعلم، أنا بتفرج عشان أتعلم، بس دي استراحة، بريك بتاعي. بس على فكرة كل الناس كده، فلكل ده النتيجة أنت بتفضل في نفس الدايرة سنين. تعالى أقول لك أمثلة من الحياة سواء كانت علاقة أو عادة أو سلوك. تعالى نبدأ بالعلاقة. واحدة بترجع لحد كل مرة بيسيبها، ليه؟
لأن لحظة الرجوع بيبقى فيها اهتمام ووعود وكلام حلو، بتفرز دوبامين عالي جدا، فدماغها بيتعلق باللحظة دي بس مش بالألم اللي بعدها. طبعا العادة بقى إن واحد بياكل سكريات كل ما بيحس بالضغط. ليه؟ لأن السكر بيرفع عنده الدوبامين فورا، فبيحسسه بتحسن مؤقت، لكن بعدها ضغطه بتنزل ووزنه بيزيد جدا، وبالتالي صحته بتتدهور، فبيبدأ يزيد الضغط، فيبدأ ياكل سكر أكتر ويخش في دايرة مفرغة. السلوك، واحد مثلا بيسهر على موبايله بالليل كل يوم لغاية الفجر. ليه؟ لأن كل فيديو أو بوست أو إشعار بيديله دفعة صغيرة من الدوبامين، لكن في الصبح بيبقى إيه وضعه في حياة مرهق، عنده تأخير عن الشغل، مزاجه مفيش، إنتاجيته صفر، فبيحس بالفشل فيهرب تاني للموبايل ونرجع تاني لنفس الدايرة. طيب إيه هي بقى الخطة العملية لتغيير النمط ده تدريجيا؟ التغيير الحقيقي مش بيحصل بقرار واحد، بيحصل بخطوات صغيرة متكررة. هديك خطة من 5 خطوات كالعادة، خطوات عملية عشان ننهي الموضوع ده. أول حاجة، لازم تسمي المصدر المؤذي بوضوح. اكتب على ورقة ايه هي الحاجة اللي بتأذيني، شخص ولا عادة ولا سلوك. طيب ايه هي المتعة اللحظية اللي بتديها لي، اهتمام ولا راحة مؤقتة ولا هروب. ايه هو الأذى اللي بيحصل بعدها، ألم، ندم ولا خسارة. التسمية بوضوح بتكسر وهم الكلام ده كله. طيب تاني حاجة، أجل أي قرار بتاخده لمدة 10 دقايق بس. لما تحس برغبة إنك ترجع لحاجة مؤذية، رسالة مثلا لحد بني آدم سام في حياتك، تفتح السوشيال ميديا وأنت تاكل أكل دور فاست فود مثلا، ما تمنعش نفسك تماما، قول أنا هعملها بس اديني 10 دقايق كده. في ال10 دقايق دول قوم اشرب مية، اتمشى شوية، خد 5 أنفاس عميقة كده، هتلاقي غالبا الرغبة دي بتقل، لأن موجة الدوبامين بتنزل بعد دقايق لو ما انت ما نفذتش المطلوب منك. تالت حاجة، استبدال المصدر بمصدر أقل ضرر. بص بصراحة انت مش تقدر توقف فجأة، لكن انت تقدر تستبدل فجأة. حلو. تعالى ناخد أمثلة. مثلا بدل السكريات كل فاكهة، بدل السكرول العشوائي اسمع بودكاست مثلا أو كتاب صوتي. بدل ما تبعت رسالة لشخص سام، ابعت رسالة لواحد صاحبك بيدعمك. الاستبدال دايما أسهل من المنع التام. رابع خطوة، اكسر الارتباط بين المشاعر والسلوك. الدماغ بيربط الضغط بيساوي السكر، والوحدة يعني رجوع لشخص تام، الملل يعني السوشيال ميديا. اكسر الربط بتصرف جديد. حسيت بضغط، انزل اتمشى 5 دقايق. حسيت بوحدة، ببساطة اقعد اكتب مشاعرك. حسيت بملل، اعمل حاجة بإيدك، ارسم، رتب أوضتك، الكرسي بتاع الهدوم ده ما اتعملش بقاله 10 سنين، قوم اطبخ حاجة حلوة. مع التكرار الدماغ بيعمل مسار عصبي جديد، فبيسهل الدنيا جدا. خامس حاجة، احتفل بكل يوم نظيف. كل يوم تعديه من غير ما ترجع للحاجة المؤذية فعلا انتصار. سجله، احتفل بيه، حتى لو بجملة أنا قدرت إن أنا أعمل كده النهاردة. المكافأة الصغيرة اللي أنت بتعملها دي متكررة بتبني عادة جديدة، فبتسهل عليك بعد كده حاجات كتير جدا. في الآخر تعالوا نختم الحلقة. أنت بتحب حاجة تأذيك، مش معناها إن أنت ضعيف، معناها إن دماغك اتعلم يربط بين الألم والمكافأة بطريقة غلط. لكن زي ما اتعلم إن هو يعمل كده، يقدر إن هو يتعلم مرة تانية. فاكتب لي في التعليقات إيه هي الحاجة اللي أنت بتحبها رغم إن هي بتأذيك، سواء كانت علاقة أو عادة أو سلوك. ولو الحلقة دي فادتك اعمل لايك وشير واشترك وفعل الجرس. اشوفك على خير ان شاء الله في حلقة جديدة. سلام عليكم.